السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. وحشتوني قوي. اتأخرت عليكم شوية لاني انا يعني كل فترة كده بيحصل لي صوتي بيروح لوحده. فالحمد لله يعني اهو فك شوية. يمكن انا قبل كده صورت معاكم نفس ذات الصوت كده فمش عارفة بقى من ايه ولا في ايه بس ان شاء الله يعني هروح واشوف الحكاية دي يعني. تمام يا حبايبي. كل سنة وأنتم طيبين ويا رب يكون العيد عدّى عليكم بسعادة وهنا، واتبسطتوا واتفسحتوا وعقبال أعياد كتير وأنتم بخير وصحة وسعادة. ويالّا النهارده نشوف أو أشارككم يوم من أيام العيد إحنا اتغدينا إيه. بس يا حبايبي بُصّوا بقى، عملنا حطينا اللحمة على النار. طبعًا سِبناها غلِت شوية وشِلنا الريم بتاعها أو الوش بتاعها اللي بيبقى من فوق الأسود ده. عايزة شوربة نضيفة وريحتها حلوة وشكلها حلو وطعمها حلو، تعملي الخطوة بتاعة الريم بتاع اللحمة ده تشيليه. مهما تكوني غاسلاها كويس على فكرة، ومهما تكوني منقعاها في محلول والكلام ده، لازم الوش بتاع الريم ده يطلع، لازم. مش تقولي يعني قلة إن أنا ما غسلتهاش كويس أو الكلام ده لأ، هو لازم الريم ده يطلع. بس بيطلع بقى إيه، برضه بتفرق، يعني لو أنتِ غاسلاها حلو بيطلع خفيف شوية، لو أو مش عارفة بقى، المهم إن في لحمة بتطلّع وِش كتير الريم الأسود ده، وفي لحمة لأ، مش بتطلّع الريم ده كتير. المهم يا حبايبي حطينا الحلة على النار وسِبناها غَلِت، ورُحنا حاطين فيها اللحمة، وسِبناها غَلِت برضه غلوتين كده باللحمة وطلّعنا الريمة دي. وبعد كده البصلاية والطماطماية والنُص ليمونة، ما تخافيش من نُص ليمونة مش بتمزّز الشوربة أو يعني مثلًا بتخلّيها ممرّرة أو أي حاجة، بالعكس بتخلّي لون الشوربة حلو أوي وفاتح، وبتدّيها طعم حلو أوي برضه. وبعد كده غلوتين بقى بالطماطم والبصل والنُص ليمونة دول، وبعدين بنحط لها أشيائها بقى ملحها وفلفلها والحاجات اللي إيه، اللي أنتِ بتحطيها يعني، البهارات اللي أنتِ بتحطيها على الشوربة، تمام كده؟ طبعًا أنا زوّدت النهارده البهارات يعني عشان هنشرب شوربة سادة يعني، ولا فتّة ولا بتاع، بس يعني حطيت لها ورق لوري، حبّهان، زعتر، الحاجات دي، تمام كده؟ تمام كده، وبعد كده هي بقى هفِّت عليَّ صينية البطاطس دي الحلوة الجميلة بتاعة زمان بقى. عملنا إيه بقى، قطّعت حتّة ليّة أخدتها من اللحمة دي، حطيت عليها شوية زيت، وقطّعت عليها البصلتين دول كويس زي ما أنتم شايفين، وهندبِّل كل ده مع بعض، ودلوقتي باحط حبّة التوم دول كمان. بُصّوا صينية البطاطس دي يعني ما أقولكوش كانت تحفة التحافة، بجد فكّرتني بأيام زمان كده لمّا تكوني راجعة من المدرسة والّا جاية من برّه وأمِك عاملة الأكل، كانت الريحة بتضرب في البيت كلّه. فوالله العظيم كان طعم وريحة كانت حكاية بجد. بعد ما شوّحنا الحاجات دي بقى ودبّلناها حلو، قطّعنا البطاطس زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده إيه شطفناها مرّة كمان، وهننزل بالبطاطس على البصل ده، هنشوّحهم تاني برضه مع بعض كده، أهو كده. انزلي البطاطس كده على البصلة وقلّبيها حبّة حلوين. طبعًا البطاطس ليها مليون طريقة، وكل طريقة على فكرة بتبقى مش مختلفة، بيبقى الطعم مختلف. حطينا الطماطمتين دول برضه كمان وزي الطماطمتين دول بالضبط ضربناهم في الخلاط. قرن الفلفل طبعًا الجبار ده ما تنسيهوش، بتحبيه حامي حطيه، بتحبيه بارد حطيه. حلو أوي، أوي، أوي بيدّيها طعم وريحة حلوة برضه. ندّيهم تشويحة مع بعض كده ونحط البهارات بتاعتنا ونسيبهم دقيقتين مع بعض، وبعد كده ننزل بالطماطم. شوية بابريكا، شوية كزبرة، شوية كمون، فلفل أسمر، المهم ما تزوّديش، حُطّي من كل البهارات عندِك وما تزوّديش عشان الأكل ما يغمقش منِّك. البهارات لمّا بتكتر بتغمّق الأكل وبتخلّي الأكل فيه طعم غريب أنتِ مش عارفة هو فيه إيه غلط يعني، بيبقى سببه البهارات الكتير. ندخّل البهارات كويس أوي في البطاطس والخلطة بتاعتها دي، وبعدين هننزل بالطماطم، طبعًا ورشة الملح بتاعتِك ما تنسيهاش، وأدي شوية الطماطم عليهم أهُم. وندّيها غلوتين على البوتاجاز يا بنات، أهو كده بُصّوا، ونضيف لها بقى شوية شوربة برضه عشان تبقى كده إيه، تاخدي منها تحطّي على الرز يعني. جرّبوا صينية البطاطس دي مش هتندموا، هتعجبكم أوي،
وهتدعوا لي بجد والله العظيم. وبعد كده حطينا عليها لحمة عشان عندي جزء من الولاد بيحب اللحمة على الخضار وجزء بيحبه بالشوربة، وعملنا شوية الرز اللي طلعوا لوز اللوز دول تحفة، عملناه طبعًا كتير مع بعض قبل كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف عليكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي.